سؤال وصل من صبية عم تقول أنا عمري 27 سنة، متزوجة من 3 سنين وعندي طفلة عمرها سنة. عم حس بروتين وملل قاتل بعلاقتي الزوجية مع أنه أخذنا بعضنا عن حب. ما بعرف كيف بدي أتصرف وحاسة أنه بكير كتير على الطلاق، ولكن أنا تعبت ومليت من هاي الحالة اللي نحن فيها. مرحبا، أنا جولي. اليوم حبيت أنه نطرح هذا الموضوع ونحكي فيه بطريقة بسيطة ونحاول نبحث عن حلول لهيك حالة. بداية، كلنا بنعرف إنه أول سنة زواج هي السنة الوردية، وأحلى سنة لأنه بتكون مرحلة استكشاف، مغامرة وتعارف. بعد أول سنة من الزواج بنبلش بمرحلة هي مرحلة الروتين والتعود. هاي المرحلة حساسة كتير. لما بيصير في ولاد بينكسر الروتين، بنستكشف مرحلة جديدة هي الطفل اللي بيصير اهتمامنا كله منصب عليه، اللي بنتشارك طريقة العناية فيه، طريقة الاهتمام فيه، بصير بياخد حيز كتير كبير من حياتنا ويومياتنا ووقتنا. بنوصل عند الشريك ونحن تعبانين، منهكين، ما عنا طاقة، ما عنا وقت، ما عنا جهد نعطيه. هون بتبلش حالة الروتين والملل تفوت على العلاقة الزوجية، وتبلش تتاكل هي العلاقة شوي شوي. نصير مندور على حلول إسعافية وكيف فينا ننقذ هي العلاقة ونحميها من الروتين اللي ممكن يوصلنا لمرحلة من التقوقع على حالنا أو على عوالمنا الخاصة. وأكثر شي بهي المرحلة موبايلاتنا اللي بنصير بنلجأ لها لنفرغ حالة الملل والروتين، ونستعيد عن علاقة زوجية أو علاقة فيها نوع من الحوار والنقاش والنشاطات المشتركة لعلاقات فردية مستقلة ما بيجمعنا غير البيت، سيستم الحياة، روتين اليومي، والأطفال اللي بتصير هي القاسم المشترك بيناتنا. هون نبلش نلاقي حلول كيف نكسر هذا الروتين ونتحرر من الملل. لما بيصير في طفل نحن ما بنعود مركزين اهتمامنا على الشريك، بيصير الطفل بيستهلك جزء من طاقتنا ووقتنا اللي كان مخصص للشريك. بدل ما يكون كل الاهتمام منصب على الشريك، صار مقسم على شخصين، الطفل والشريك. وغالبا بالبدايات الطفل بياخد الجزء الأكبر من الاهتمام، والشريك ممكن ما يحصل أكثر من 10% من وقتي واهتمامي. هاي النقطة الحساسة كتير أنا لازم أوعالها بلحظتها، لازم وقف وعيد حساباتي. بعرف انه ممكن يكون كتير في حالة من الانهاك والتعب والاستنزاف الطاقي والاستنزاف الوقت، واوصل عند الشريك انا تعبانة ومنهكة وما عاد عندي هي القدرة وهذا الجهد اني اعطيه اي وقت او اهتمام. ولكن كتير مهم اني اوعى لهي الحقيقة وانتبه لها بمراحل متقدمة، وبلش ابحث عن حلول وقدم وقت ولو قليل ولكن وقت منتج وفعال. كيف يعني مثلا ممكن خصص ساعة بالنهار اني اقضيها مع شريكي لحالنا، نعمل نشاط مشترك، نعمل شغلات ممتعة لإلنا نحن الاثنين بعيدا وبمعزل عن الطفل. هذا الوقت ممكن ما يكون خلال النهار، ممكن يكون بعد ما ينام الطفل. لذلك كتير مهم انه ننظم حياة الطفل ونخليه ينام بوقت نحن نكون لسه عنا الطاقة والقدرة والجهد انه نقعد مع شريكنا ونستفيد من هذا الوقت مع بعض، ننعش العلاقة، نلاقي حديث مشترك، نلاقي نشاط مشترك نعمله نحن الاثنين سوا خلال النهار. ساعة واحدة كافية بأنها تكسر الروتين والملل إذا كانت ساعة مدروسة منتجة فيها شي حلو عم نعيشه نحن الاثنين. ممكن تكون طلعة برات البيت لمدة ساعة واحدة إذا كان في عنا حدا يساعدنا ويقعد عند الطفل هي الساعة. ممكن يكون إنه نحط الطفل بالعربية أو بالسيارة أو بأي مكان ونطلع نمشي مشوار مع بعضنا لمدة ساعة، نحكي فيه، نضحك فيه، نتسلى فيه، نتبادل قصص وأخبار مرينا فيها. ممكن تكون مشوار بالسيارة، أو ممكن يكون الطفل نايم نحطه جنبنا بس نخصص هي الساعة إنه نحن بدنا نقضيها مع الشريك بشكل متفرغ وكامل. هذا موضوع كتير مهم، لازم دايما ينطرح بطريقة مباشرة لحتى نستثمره بطريقة صح. الفكرة الثانية،
كتير ضروري نعرف إنه الشريك هو بحاجة للاهتمام، بحاجة للتعبير بهي المرحلة. يعني أنا ما ضروري أعبي وقتي وألتهي مع طفلي كل الوقت، فيني أحكي مع شريكي بلغة حب، فيني أبعت له رسالة، فيني أطمن عليه، فيني أقول له اشتقت لك، بحبك، شو عم تعمل، كيف عم تقضي وقتك. فيني أحكي معه تليفون. إذا أنا وجوده بالبيت عم يكون غير فعال، ممكن أستعيض عن الوقت الفعال والحلو واللي بيكسر الروتين على التليفون. إذا أنا لقيت ابني نايم أو لقيت إنه أنا عندي وقت أحكي فيها، بحكي فيها ولو نص ساعة 3/4 الساعة، وبحكي مواضيع عامة، بتطمن عليه بيطمن علي. برجع بستعيد هي الأوقات اللطيفة الظريفة اللي كنا نقضيها قبل ما يكون في أطفال بعلاقتنا واللي كانت بتعني لنا. في كتير حلول ممكن نكسر فيها روتين وجود طفل بالحياة. والأهم من هذا كله إنه نحن نوعى لهي الحالة وندركها تماما، ونعرف إنه عم نمر بحالة تغيير بالعلاقة عم تخلينا نحس بروتين وملل. لذلك مطلوب منا نحن الاثنين نبذل جهد بنفس المساواة لنطلع من هي الحالة. في موضوع كتير مهم وملاحظة مهمة: دايما الرجل لما بيجي الطفل، المرأة بتركز وقتها واهتمامها على الطفل أكثر من تركيزها على الرجل. هون الرجل بيشعر بنوع من الغيرة ومن قلة الاهتمام من زوجته، فبصير بيتقوقع على حاله وبيلجأ لوسائل تانية يفرغ فيها شعوره بالملل. ممكن تكون موبايل، ممكن تكون طلعة مع رفقاته، ممكن تكون انه هو يقضي وقت أطول بعيد عن زوجته والطفل. مو لأنه هو هامل، لا، لأنه هو كمان عم يبحث عن هذا الاهتمام اللي نقصه بسبب وجود الطرف الثالث الجديد اللي فات على العيلة. المرأة باللاوعي بسبب غريزتها الأنثوية وغريزتها الأمومية بتركز طاقتها وجهدها على الطفل. هذا الشيء بحسس الرجل انه هي صارت بعيدة شوي عنه، لذلك ممكن يلجأ لوسائل تانية يفرغ فيها ويعبر عن حاجته العاطفية للاهتمام، عن طريق موبايل، عن طريق طلعة مع شباب، عن طريق اتصالات مع ناس بيعبي فيها وقته. هذا موضوع ما تخليه يأثر عليكي ولا تخليه يحسسك انه هو مبعد، لا، تقبلي الواقع، تقبلي الفكرة، وانتي حاولي تلاقي حلول انك تعبي علاقتك معه ولو لفترة كتير قصيرة بوقت منتج. بعرف انه اخر النهار بجوز توصلي انت لمرحلة كمان مستنزفة وانت بحاجة للحب والاهتمام، ولكن بهي الحالة هذا الشيء مطلوب منك انت، لانه انت اللي التهيتي وعم تعبي وقت مع الطفل وهو اللي كان متعود انه وقتك كله له. ما فينا ننكر الغريزة ولا فينا ننكر طبيعة الإنسان وطبيعة الحياة الزوجية وطبيعة الأمومة وطبيعة الأبوة. دايما الأم هي اللي بتبذل الوقت الأكثر مع الأطفال، وهذا بالشي بيكون على حساب الرجل وعلى حساب علاقته مع الزوج. لذلك التوازن بهذا الشي، الوعي له، إيجاد حلول وإيجاد وقت فعال ولو قصير ولكن بيعبر عن محبة، بيعبر عن اهتمام، ممكن نقدمه من نص ساعة لساعة للشريك. وهذا الشيء رح يعزز العلاقة ورح يحميها على المدى الطويل، ورح يخلي الطرف الثاني يتفهم إنه نحن ما لنا هاملينه، ولكن هلأ تغيرت الأولويات ونحن مركزين على الطفل. الفكرة اللي بدي أحكي فيها كمان واللي كتير لازم ننتبه لها، إنه أنا خلال هي المدة اللي عم حس فيها بفراغ أو بإنه أنا مهمل أو العلاقة صار فيها روتين وصار فيها ملل، بدي دور على حلول مشتركة مع الشريك. بدي أكون واضحة، بدي أحكي وعبر عن تخوفاتي، بدي أطلب أنه يحط موبايله على جنب ويتفرغ لي بهذا الوقت بدون ما يكون في عوامل مشتتة أو عوامل مؤثرة خارجية عم تأذي العلاقة. بدي فرغ ساعة بالنهار لشريكي كون حاضرة فيها ذهنيا ومكانيا بكل طاقتي وبكل محبتي وبكل حضوري. هذا الوقت كتير مهم، بيغني العلاقة وبيحميها من الروتين والملل. كمان في شغلة كتير حلوة: إذا أنا بذلت هذا الجهد كله وحسيت إنه ما عم بوصل لنتيجة ولا عم بوصل لحالة من الراحة وعم حس إنه الروتين عم يقتل علاقتي مع شريكي، ما في مانع أبدا إني أنا ألجأ لناس اختصاصيين تساعدني بإيجاد حلول إني أطلع من حالة هالروتين والرتابة. مو غلط إني أنا أستعين بخبراء ومستشارين علاقات زوجية تلاقي لي حلول وتساعدني وترجع تعطيني أجوبة لحالة الملل، أو تعطيني نشاطات وتعطيني حلول عملية تقلل وتعالج هي الحالة.
وفي شي كتير حلو كمان لازم نركز عليه، هو أني أنا أشتغل على حالي، أني أنا لاقي وسائل عبي فيها وقتي بطريقة منتجة وفعالة. في موضوع كتير مهم كنا نعيشه كلنا كأمهات، نتيجة إنه قضائنا لوقت كتير طويل مع أطفالنا بالبيت ضمن روتين معين ممكن يوصلنا لحالة من الملل. لما يجي الرجل نحن نكون مستنزفين ومستهلكين وما عنا طاقة ولا عنا وقت نقضيها معه، لذلك بيجي بنكون نحن معصبين، بنكون نحن مالنا خلق، بدنا وقتنا الخاص، بدنا نفرغ هي الطاقة السلبية أو هذا الضغط اللي عشناه خلال النهار مع الأولاد بطرق مختلفة. بدنا نضحك، بدنا نقعد مع حالنا، بدنا نحن كمان البرايفت سبيس أو الخصوصية، المكان الخاص إلنا. هذا الشيء الرجل رح يحسه ورح يعتبره كمان شكل من أشكال الإهمال، وبالتالي رح يلجأ لعالمه الخاص. دايما الوضوح بالعلاقة وطلب الاهتمام وطلب المشاركة ومحاولة انه نلاقي الحلول مع بعض لحتى نطبقها نحن الاثنين مع بعض، هذا الشيء رح يكسر الروتين والملل ورح يخلينا نتجاوز هاي المرحلة. الزواج بالنتيجة هو قرار ومسؤولية، هو ما نو رحلة ولا نو مرحلة نحن عم نعيشها ونحن ممكن نتحرر منها أو نتخلص منها وقت اللي بدنا. أبدا، الزواج هو مشاركة، هو قرار، وهو مسؤولية. بدنا نبذل الجهد لينجح في هذا القرار ولنوصل زواجنا لبر الأمان. رح نمر بمطبات كتير، صعود وهبوط، بمراحل متعة وضحك وفرح وتغييرات كبيرة، وبمراحل روتين وملل قاتل. واجبنا تجاه هاي العلاقة إنه دايما نلاقي حلول لننجح هاي العلاقة ولنطلع من الروتين والملل. واجب علينا وواجب على الشريك. دايما حاولي أو حاول إنك تكسر هذا الروتين بالحوار، بعلاقة الصداقة، بالمشاركة. لذلك كتير مهم إنه نستوعب العلاقة صح، نعرف نقاط الضعف، نعرف الأسباب، نلاقي حلول ونلجأ لطلب المساعدة إذا كنا فعلا واقعين بقوقعة من الروتين والملل ومحاسين إنه ما عم نقدر نطلع منها. دايما في حل، النوايا الطيبة، القرار الصح، الإصرار على أنه ننجح علاقتنا رح يوصلنا لبر الأمان. هذا الجزء الأول كيف نكسر الروتين والملل ببدايات العلاقة الزوجية. رح نتابع بحلقات قادمة كيف نكسر الملل بطرق تانية، وشو هي أسباب الملل اللي بترافق العلاقة الزوجية، ومن أهمها هو الموضوع الجنسي اللي رح نناقشه بحلقات قادمة. بتمنى تكون عجبتكم الحلقة. حطولي بالتعليقات شو ملاحظاتكم، حطولي خبرتكم وتجاربكم وكيف فيكم تغنولي الأفكار اللي ممكن نناقشها بالمرات القادمة. وشكرا كتير لاستماعكم ولحضوركم.